الحل مش إنك تبقى أقوى، الحل إنك تبقى أذكى. سيب الموبايل بره الأوضة، امسح التطبيقات وقت المذاكرة وجرب تذاكر 25 دقيقة بس. أول 5 دقايق هيبقوا رخمين، بعدها مخك هيهدى ويدخل في المود. الناجحين مش أقوى منك، هم بس بيخلقوا لنفسهم بيئة صح. اليوم بيضيع فيه إيه؟ بتحس إن اليوم طار وإنت مشغول بس ما عملتش حاجة مهمة. الانشغال مش هو الإنتاج. الحل بسيط، كل يوم حدد 3 مهام أساسية بس. لو خلصتهم يبقى يومك ده نجح وميت فل و10. أي وقت مش متخطط له بيتسرق. حاسس إنك متأخر عن كل اللي حواليك. بتشوف اللي في سنك نجح، جاب مجموع أو بدأ شغل وتحس إنك ضايع. دي أخطر مقارنة ممكن تعملها في حق نفسك. النجاح مش سباق سرعة، ده ماراثون استمرارية. في ناس بدأت بدري ووقفت، وناس بدأت متأخر وكملت ووصلت. قارن نفسك بنفسك بتاعت السنة اللي فاتت، أكيد هتلاقي تقدم حتى لو بسيط. أحلام من غير أفعال يساوي أوهام. عندك أهداف كتير بس واقف محلك سر. بتكتب أهداف وتسمع فيديوهات تحفيزية وتحلم وخلاص. الحلم المريح ده بيديك إحساس مزيف بالإنجاز. الهدف من غير خطوة يومية صغيرة مجرد وهم. حول كل هدف لمهمة يومية، حتى لو هتاخد منك 20 دقيقة بس. بتبدأ بحماس وبعدين بتفصل وتقول أنا شخص مزاجي. لا يا معلم، مفيش حد ناجح بيشتغل بالحماس بس. الحماس ده بيزق أول زقة، لكن الانضباط هو اللي بيكمل المشوار. اشتغل حتى لو ملكش نفس، هنا شخصيتك الحقيقية بتتبني. مش عارف أبدأ منين؟ عايز الخطة المثالية الكاملة عشان تبدأ. بس السعي للكمال ده أكبر معطل. ابدأ بخطوة ناقصة والطريق هينور قدامك وانت ماشي. الوضوح بيجي مع الحركة مش قبلها. تأنيب الضمير بتاع آخر الليل، بتحط راسك على المخدة وتحس إن اليوم ضاع. الإحساس ده مش عشان انت فاشل، ده عشان جواك نسخة أحسن منك مستنية تطلع. الحل؟ اعمل حاجة صغيرة صح كل يوم. إنجاز صغير بيريح القلب وبيخليك تنام مرتاح. مدمن فيديوهات تحفيزية، بتتفرج وتحس بطاقة جبارة وبعدها بساعتين بترجع لعاداتك القديمة. المشاهدة مش تطوير، التنفيذ هو التطوير. أي فيديو تشوفه اسأل نفسك، هطبق إيه منه دلوقتي حالا؟ ضغط الأهل والتوقعات، حاسس إنك لازم ترضي كل الناس. بس لو فضلت تجري ورا رضا الكل هتضيع نفسك. ركز في اللي عليك، اجتهد وسيب الباقي على ربنا. تقي بين الدنيا والدين، فاكر إنك يا تبقى ناجح في دراستك يا تبقى ملتزم دينيا.